ماذا قال الله عن الأغنام؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا في مراحي الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة. لذلك اختارها الله عز وجل للأنبياء فقال: ما من نبي إلا ورعى الغنم. وقال: اتخذوا الأغنام فإن فيها بركة. قال الملك: اللهم بارك له في ماله وزده من فضلك. الأغنام فيها واحد الراحة نفسية وفيها واحد الجمال اللي يخلي الإنسان يحس بواحد الراحة لا مثيل لها. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. السلام عليكم.